السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. كل سنة وانتم طيبين. عيد مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب. ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا عارفين طبعا يا جماعة ان احنا طالعين ان احنا آخر ناس تعمل الكلام ده. عملنا أول امبارح الغريبة. وان شاء الله بقى هنكمل بقى بقية نواعم العيد ونعمل النهاردة البسكوت. البسكوت بقى يا جماعة طريقته سهلة وحلو. احنا اتأخرنا في العمل والله الحاجات دي يا جماعة، لان اللي هو الدور اللي ماشي ده انا خدته ومسامح خدته والبيت كله عندنا كان تعبان، فالحمد لله يعني ان احنا قمنا على خير. ان شاء الله نبدأ بقى مع بعض النهاردة نشوف البسكوت بيتعمل ازاي. انا كان معايا 3 كيلو دقيق، حطيت لهم كيلو سمنة وكيلو سكر و اللهم صل على النبي و7 بيضات. لفيتهم بس الاول كده، حطيت السكر مطحون ناعم طبعا. حطيت السكر الاول والسمنه ولفيتهم في بعض كده، وبعدين هضربهم بالمضرب كده لحد ما يبقى كريمي كده، قوامه كريمي. تفضلي تضربي فيه حوالي 10 دقايق ربع ساعة لحد ما تحسي خلاص ان السكر والسمنة كده دابوا وبقوا عاملين زي الكريمة معاكي. وبعدين بقى هنقوم حاطين ساعة ما نحس بقى ان هو خلاص الدقيق والسكر تجانسوا مع بعض وبقوا حلوين كده، هنكمل بقى عليهم بقية المقادير، يعني هتشوفوا معانا بالتفصيل. هي يعني عاملين بمقدار بالظبط. مثلا الكيلو ونص ليهم اللهم صل على النبي نص كيلو سكر ونص كيلو سمنة. عايزة تضاعفي بقى الكمية امشي على المقدار ده. عايزة تضاعفي بقى الكمية كيلو ونص دقيق لهم نص كيلو. كل ما تزودي بقى تزودي في المقادير. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الأيام بخير يا رب. ربنا يخليكم ويبارك لكم كده جنبه ويبقى عيد سعيد عليكم وعلى أمة المسلمين جميعا. احنا بقى ايه اتأخرنا يا جماعة عشان الجماعة كانوا تعبانين بقى وعيانين والدنيا كانت ملخبطة بجد يعني. بس ما بنحبش بقى نطلع نقول بقى ده احنا عيانين أو تعبانين أو أي حاجة من دي، يعني كل واحد في بيته اللي مكفيه. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض. عملنا بقى اللي معاكم البسكوت النهارده، لان بصراحه عشان العيال بقى ما تبصش لحد او كده، وفرحنا البيت طبعا وقلنا احنا بنبقى نعمل بركه رمضان، احنا هنعمل بقى الوقفه بقى ايه بركه بالبسكوت. بنبقى نخبز عيش فلاح يعني بركه رمضان يعني. هنخلص بقى معاكم كل الكميه ديت. بصراحه طلعت ناجحه وجميله أوي والله العظيم، لو مشيتوا على اللي احنا عملناه دهوت جميله وطلعت ناجحه يعني. اللي انا حطيته ديت من الازازه ديت نطره من ريحة البرتقال، وجايبة برضو ازازتين عشان اعمل كحك برضو من هو ريحة السمنة البلدي، بتديلها طعم برضو وريحة يعني. والسمنة اللي انا عاملاها ديت فيها سمنة بلدي على فكرة، يعني مش عاملاها كلها نباتين يعني، حتى سمنة بلدي على سمنة نباتين، ما عنديش زبد، عاملاه بسمنة. وطلعت ناجح يعني بصراحة والله العظيم طلع روعة بجد يعني. وعصرنا بقى البرتقال ده طبيعي، مش حاطين على ميه، يعني نطرة ميه صغيرة خالص، برتقال طبيعي يعني. ومسكنا بقى عملنا تعملي شوية برتقال بقى بالمفشرة كده، عشان ايه بيدوله طعم برضه وبيدوله ريحة، بيبقى فيه ركنة حلوة يعني، بيبقى له حاجة حلوة كده فيه. ولو انت عايزة مثلا بتعملي مثلا برضه بجوز الهند، بتعملي عايزة تعملي بالشوكولاتة بتعملي زي ما انت عايز، بالفانيليا بالكاكاو اللي انت تحبيه. اللي انت بتحبيه بس يا حبيبة قلبي. بس احنا طبعا الوقت ضيق معانا، فالنهارده الوقفة بقى كل سنة وانتم طيبين. فقلنا نعمل حاجة بسيطة كده وكمية بسيطة على قدنا. طبعا دي النشادر هتقومي مقلبة لو المشاهد هتعملي ناجحة فعلا بجد يعني، شوف بالفانيليا. شوف شوف. لو هتعملي بالفانيليا بتقلبي النشادر في شوية لبن. لو هتعملي بالبرتقال زي ده كده هتقلبي النشادر في شوية برتقال. بتحطي مثلا معلقة صغيرة بس يا رؤي للبسكوت. احنا حطينا معلقتين، اللي احنا عاملين 3 كيلو، تعتبر 3 كيلو وشويه، لان كان السمنه ما شاء الله كتير والخير كان كتير يعني. يعني احنا عاملين 2 كيلو 3 كيلو وشويه. عملنا 7 بيضات، وعملنا معلقتين نشادر. انا عملت بتعملي اختبار للنشادر دي، لو هي ناجحه معاكي بتفور معاكي، لكن لو هي بايظه ما بتفورش. ساعة ما حطيتها في اظن انتوا شايفينها، ساعة ما حطيتها في البرتقال، عصير البرتقال فارت، ما لحقتهاش في ثانية كده.
بسم الله ما شاء الله يعني، بصراحة يعني حاجة كده ولا في الخيال بجد يعني. بتاعت خلاص بقت يعني زي الكريمة معاك اهيت، والبيض اتقلب وكل حاجة اتقلبت. هنحط بقى بتنزلي بقى بيضة ببيضة كده، اه كل ما بيضة تختفي تحطي بيضة تانية. عملنا كل دي معاكم يعني. بس يا رؤيا قلت لك الا هنعمل بقى الدقيقة اهوت معاكم، كمية الدقيقة هي اللي معاكم. انا بس هنقلب بالمضرب وبعدين هنلمهم بايدينا اهي. انا عندنا العجانة عندهم رايحين فوق صغيرة عادي يعني، ممكن كنا عملنا فيها، بس بصراحة كسلنا نطلع نعمل في العجانة يعني. وعند العجانة كده انا بعمل فيها القرص، بس عايزة كمية كبيرة، عايزة اقل حاجة مثلا 5 كيلو 10 كيلو يعني، كمية حلوة يعني، مش 3 كيلو او 3 كيلو وربع كده يعني. لا صح جبت كله. هتفضلي بقى تلفي فيهم كويس قوي لحد ما العجين بتاعك الدقيق اللي هو الدقيق يعني يدخل في كل المكونات. بعدين هتلفيهم شويه بايديكي كده، وعايزه تحطي بقى ربع كوبايه زيت حطي. يعني احنا ما بنفضلش الزيت فيه لان طبعا الزيت بينشفه قوي ومبقاش بقى طعمه سمنه وكده، فاحنا بنفضل ان احنا نحط سمنه بس لو عايزه تحطي ربع كوبايه زيت مش مشكله يعني عادي. ولو عندك زبدة برضو عادي اعملي بزبدة، الموجود في البيت يعني. احنا طبعا يا جماعه ايدينا كلها نظيفه وغاسلين ايدينا وبنشتغل بايدينا وكلنا في بيوتنا عامه بنشتغل بايدينا وكل حاجه، يعني ما حدش يقرف ويقول لا ده بيعملوا بايديهم ده مش عارفه ايه. لا كلنا في بيوتنا بنعمل بايدينا. هنلم بقى اللي في العجان كده وبعدين هنلم العجينه بتاع البسكوت كلها على بعضها كده وهنعجنها شويه مش عجن بقى، لا هتلميها بس كده شويه وبعدين تسيبيها. انت هتشتغلي فيها على طول يعني، هتشكلي على طول مش هتستني بقى اما ترتاح او كده، لان البسكوت فينا شادر ومش عايز يستنى عليه كتير. رؤية الابله ها، رؤيه شايفه نفسها طبعا وعماله تقول لنا رؤيه اهي. رؤية ها، رؤية حارسة نفسها في كل حاجة. كانت لسه صاحيه من النوم بقى واحنا عمالين نشتغل، خلاص بقى. فمبسوطه من نفسها. مسكنا بقى لما انا كده انا ام رحيم يعني كان ايدينا شغالين احنا الاتنين يعني، عشان ننتهي بس، لان كنا اتاخرنا وعايزين نعمله بدري، عشان برضو بعد ما خلص ان ام رحيم مثلا هتروح تطبخ وتستف شقتنا ولا تستف حتتها، وانا اروح بعمل قرص وكل واحد في شغله يعني. ربنا يعيننا ويقونا يا رب. انا عارفه الشهر رمضان ده كله كان شغل بقى، وكانش الناس بصراحه يعني، في ناس ما كانش بتزور بعض تروح لبعضها يعني. يعني كل واحد ملهي بيته يا جماعه، والله العظيم بجد يعني. وبعدين طبعا يوم الوقفة ده يوم الواحد ما بيفضاش فيه، يعني من تجهيز البيت لتجهيز الأكل، الحلويات هتعمليها لكل حاجة لتجهيز أكل العيد. يعني ربنا يجعلها لنا عوايد يا رب وعادات كده ما تتقطعش أبدا. هتعملي بقى محشي، هتعملي كفتة، هتعملي كفتة نواشف، هتعملي رز، تسيفي الحتة، تنظيف البيت كده يعني، كل كل يوم اليوم الوقفة دي. شغل حتى بالليل، يعني اللي ما بنلحقش بالنهار بنكمله بالليل. يلا الحمد لله. بس احنا صممنا بقى ان احنا هنعمل ايه، الكحك والبسكوت النهارده. احنا عملنا على فكرة، عملنا هنعمل الكحك النهارده برضه، بس مش عارفه انزلكم النهارده، يمكن انزلكم بعد العيد، لان مش عشان اعمل الاتنين مع بعض هيبقى الفيديو طويل. قلت بقى اعمل دي فيديو ودي فيديو، هيبقى بعد العيد. اصل كانوا بيقولوا ايه، بعد العيد ما بتعملش كحك بينهم. احنا بقى هننزلكم الفيديو وبعد العيد. انا هعمل الكحك قبل العيد، بس الفيديو هينزل ان شاء الله بعد العيد، مش هنلحق بقى عشان يبقى العيد بكره يا جماعه. لو كان العيد بكره الوقفه هنزلكم بكره. احنا مش عارفين لسه العيد السبت ولا ما الجمعة، يعني نعرفش النهاردة بقى، الخميس احنا مش عارفين لسه بكرة ان شاء الله العيد ولا هيبقى في يوم كمان صيام اطلبوا من ولا ايه. ربنا اللي يبقى يوم الخميس، يوم السبت. يوم السبت العيد، عشان انزل لكم الفيديو بكره بتاع الكحك طبعا. هنعمل شويه كحك برضو ايه خرافه كده بصراحه، والله بجد البسكوت ده بصراحه انا لسه ما دقتوش، بس شكله اصلا يدل على حلاوته يعني. انا نزلت لكم الفيديو قبل ما ادوقه، هبقى اوريكم بقى وانا بشرب الشاي فيه. رحنا بقى، رحنا كلات بقى، المشكله كلها هناك في واحنا بنعمل في البسكوت. نروح نعمل الوش بتاع البسكوت، لقينا الوش باي مش متوفق على على المكن كبير. رحنا عشان نجي نلف بقى على وش تاني ما هي الحاجات بقى يا جماعة بتاع المناقيش والحاجات بتاع الوش بتاع البسكوت والسكاكين والحاجات دي، بصي هي بتبقى عند واحدة والناس كلها بتشحتها، يعني احنا شحتين الوش اللي احنا بنعمل بيه ده مش بتاعنا، كان المكنة بتاعتنا بس الوش مش بتاعنا. آه.
فكل الناس في رمضان، في اخر رمضان وفي اخر 10 ايام كده تلاقي الناس كلها بقى بتاخد من بعضها الحاجات دي. يعني انا جبت منقشين جبناهم من حد، وجبنا الوش من حد، ومشينا الدنيا. يعني اوعي توقفي نفسك على حاجه، ما عندكيش حاجه اسالي جارتك، اسالي صاحبتك، اسالي اي حد. احنا اوعي عندنا بندي تستاهلي. بعض عادي يعني، لو عند حد حاجه بيجيبها منه عادي يعني، مش مثلا ما بياخدش من التاني ولا كده. احنا كان عندنا والله الحاجات دي برضو ضاعت يعني، كنا ما بنعملش على طول ضاعت، وكنا بقى بنروح نعمل في المصانع بتاع العرايس وكده. ما عدناش بنعمل بقى في البيوت. الاول كنا بنعمل في البيوت بقى، كان اقل بيت كان فيه بال 30 منقاش، 40 منقاش كمان يعني. اقل بيت كان فيه مناقيش، لان كنا معتمدين ان احنا نعمل كحك العرايس في البيت، ما كناش بنعمل في مصانع ولا الكلام ده، كنا بنسوي في البيت وبننقش وكله في البيت. دي بقى الشكل بتاع الموس اللي انت بتختاريه، فيه كذا شكل، بس احنا لقينا يعني ان الطف حاجه واحسن حاجه الشكل ده، يعني على ما احنا نحب، كل واحد يحب بقى الحاجه اللي هو يحبها. في النجمة وفي الهلال وفي كل حاجة. في اشكال كتير في اليوم قولي يا واس، حبيبتي، بس اقعدي احنا هنا، اخترنا اقعدي هنا، ده. قولي يا حبيبتي. ما شاء الله 3 كيلو دقيق كانوا مصفيين معانا حوالي 5 كيلو بسكوت. اهو دي كنا سوينا بقى شويه، ويا دوبك بس الصينيه بتهدى كده وبنقوم شايلينه حاطينه في حاجه تانية يبرد، وبعدين بقى نحطه في اكياس ونغلفه. اهم حاجه بقى تحطيه في علبه محكمه او حاجه محكمه عشان ما يهوش منك ويحل بقى، لان لو طرى كده بقى مش لا هيتعرف. منعت. فانت ساعه ما يهدى معاكي تقومي حاطاه بقى في اكياس وحطاه في علبه محكمه. العيال فرحانة بالكحك والبسكوت يا جماعة، فرحانين يعني. لسه بقى يشوفوا ما شاء الله العيال بقى وكده، بتبقى فرحة للعيال كده. دي كانت خدت لون جامد من تحت، بس يعني ايه كنا لسه في اول الفرن، يعني كنا لسه مشغلين الفرن بقى اول صوتين تقريبا، فكانت لسه النار ما ظبطتش. كانت الدنيا ما ظبطتش معانا لسه. اخر صينيه دي كنت بكسرها لهم واقول لهم نعمه نعمه جميله بجد يعني، بجد حلوه. ماشي خلينا ب 250. دي كان لسه في الاول. معلش بقى يا جماعه. وبعدين العجينه بسم الله ما شاء الله كانت حلوه جميله حلوه يعني. كنت بقى بشتغل كده، وام مرحبا كانت بتقطع، وكنت مولعه الفرن برضو، تحط صينيه ورا صينيه كده في الفرن، وبتعمل ورايا يعني، عشان ننتهي كده سريع سريع كده، ما خدوش ما مننا خدش وقت والله يعني. وقت، احنا يعني شغالين في الظهر مخلصين الساعة 1:30 ولا 2. اه يعني ما ياخدش وقت حاجة يعني، لأن اللي بغيب قوي التسوية، عشان تسويه على نار هادية وما تتحرقش منك أو ياخد بنوطي لون عليه يعني عشان جامد. يستوي. وبالذات اهم حاجه تسويته يا جماعه برضو، ما تعليش عليه يتحرق منك او يتلهف منك او يطلع طري. لازم توطي عليه عشان يستوي براحته، وتبقى ناشفه وحلوه معاك، ناشفه وهشه يا جماعه بجد والله العظيم جميل. بس الوصفه بتاعتنا اللي احنا عاملينها دي والله العظيم بصراحه، ولا اجدع بقى ايه حلوان يعملها بجد يعني. تعمل حطوا لنا بقى لايكات كده، احنا ما قلناش حطوا لايك ولا اي حاجه من دي خالص. صفا بتقولي صفا كام يا غرام؟ 5 كيلو 5 كيلو بسكوت من 3 كيلو دقيق. دقيق، وكيلو سمنه، حطينا عليه كيلو سمنه، 3 كيلو حط لهم كيلو سمنه، وتعتبر بقى كوبايه وكيلو سكر. وكيلو سكر. يعني هي برضو يا جماعه هي لا بكش يعني، بس العيب بقى نتشوا بس كيلو بسكوته ما اعرفش ايه. هما تعتبر الوقت 3 كيلو وكيلو سكر وكيلو سمنه، 5 كيلو. بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يبارك يعني. بالهنا والشفا اللي ياكل يا جماعه، وكل سنه ما وحضراتكم شاء الله طيبين. تحفة، شكله تحفة. جميل والله العظيم جميل قوي بجد يعني، روعه. احنا بقى هنوقف المصانع بقى يا جماعه، وهنعمل ونعمل في احنا بسكوت البيت. بقى في البيت بقى. مش قالك الحاجة اللي تغلى نعملها في البيت، احنا هنعمل كل حاجة في البيت. هنعمل في البيت، هنعمل بقى لنا وللبيعة كمان. يعني والله وحتى أحسن من الجاهز. لايك بقى يا جماعة كده، ودي اخد بقى صينية معانا. خلصنا اهوت الكمية بتاعتنا كلها، بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يبارك يا رب، وربنا يخلي الأكلة يا جماعة، ربنا يخلي. لايك بقى كده واشتراك كده، وتشيروا الفيديو بتاعي كده، وتشجعونا كده يا جماعة عشان انزلكم فيديوهات بقى، لأن الدنيا واقفة خالص خالص بجد يعني. والقناة بصراحة يعني نامت بجد يعني، بجد نامت. انا بطلب من اخواتي حبايبي يعني لايك يا جماعه، لايك واشتراك، واللي يوصل بقى لحد لايك واشتراك كده يكتب لي في الكومنتات. وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا احنا هنعمل ايه. بصي يا حبيبتي، اقعدي يلا، اقعدي يا حبيبتي، اقعدي. بصي قولي لهم ازيكم عاملين ايه، كلميهم. لا مكتومه ما تتكلميش.
قول لهم يا رؤي، قول لهم باي باي، قول لهم باي باي.